يا صباح الفل. من أسوأ المظاهر على السوشيال ميديا إنه ممكن أي حد يطلع في أي وقت يقول أي حاجة يرميها جواك ويجري. يعني أنا ممكن أطلع عليك بكل المشاكل اللي جوايا ورؤيتي السلبية للأمور وللحياة في العموم وأصدرها لك، ومش بس كده، وكمان ألبسها لك وأخليك تعيش بيها الحياة وإنت مش حاسس، وتلاقي نفسك بعد فترة متبني أفكار ومشاعر تخنقك وتضيق عليك حياتك. وانت متخيل ان الافكار والمشاعر دي بتاعتك، ولكن في الحقيقة هي اترمت جواك وانت مش حاسس. وطول ما انت مش حاسس، او بمعنى اصح مش واعي، تفضل عايش بالافكار والمشاعر دي، وبعد فترة تلاقيها بتنعكس على واقع حياتك وبتأثر عليك وتأكدها لك، وتقتنع اكتر واكتر بان قد ايه الحياة صعبة والعيشة تخنق، وتدور في دايرة مفرغة من الافكار والمشاعر والاحداث السلبية، تنتشر الأمراض والاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية، واحنا متخيلين ان السبب في الحياة والعيشة، ولكن السبب في اللي اترمى جوانا واحنا مش واخدين بالنا. والحل، لو عايز تعرف الحل شوف الفيديو اللي بعد ده. سلام.